أنا ماني خبل أبله. اطلع، أقول اطلع اطلع. وصلت واحد هنا لابس أبيض، ما أدري هو رجال ولا حكمة. ما قدر أشغل كشاف، الحين أمسكه. وش تسوي هنا؟ اطلع. جميع، إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل. بصيغة محقق الأشباح. لا شيء يستطيع الإيقاف. السلام عليكم، معاكم المغامر الشبح من قناة رعب وأشباح. وصلت لموقع القصر المهجور، وأنا اليوم داخل فيه الحين. الآن توني داخل القصر، مو هنا ماشي، لا أستطيع دخول، لا أستطيع دخول القصر بسبب الموية وعمق الموية عميقة جدا، عميقة جدا. لكن أحاول أدخل من طريق ثاني، أحاول أدخل من طريق ثاني. أنا وصلت القصر. شوف هذا مدخل القصر، بوابة، هذا مسبح، هذا حديقة حقت القصر. شوفوا حديقة القصر، بس ما أقدر أنزلها، ما أقدر أنزلها لأنها كلها ماء طافشة. هذا مدينة مستودع، مستودع حق القصر بدغوم. كلبنا في كلب أسود، يمكن هذا كلب جني يحرس القصر، من يدري. خلنا نرجع القصر، ادخله. أنا مالي دخل في الكلاب والأشياء ذي. ها أنا وصلت القصر، هذا قصر. جمال القصر، شوف هذا خشب كله، السقف مصنوع من خشب، ديكور، يعني شيء جميل بالنسبة لأيام زمان. هذه الله أعلم إيش كان يصلبون هنا، ما أدري شيء، يمكن نجف، ممكن، ومن يدري.
الآن ببدأ أدخل القصر وأتجول هنا وهنا لعلي أجد شيء. يلا. هذه غرفة الاستقبال، لا ما أعتقد كبيرة وضخمة، فنبدأ غرفة الاستقبال. جدا جميلة، شيء جميل. في حمام، شيء طبيعي تجد الحمام. شوف السقف، شوفوا كما ترون القصر آل السقوط، خطير جدا بسبب قدمه. يعني ممكن هو قديم قبل 400 سنة وأكثر. فما أدري إيش يطلع لي هنا، ظلام. شغل الكشاف. هذه منطقة مظلمة، لازم أشغل الكشاف عشان أشوف، عشان يبان في التصوير. في دور ثاني، تشوفون دور ثاني، يوجد عدة غرف كثيرة، فما أدري وين أروح. قبل ما أدخل المكان هذا واحد نصحني، قال لا تدخل، يقول في ناس دخلوا القصر هذا ما عاد يرجعوا، اختفوا يعني. لكنني لست أخشى أي شيء. حصلت هنا سرداب، يلا يبان والله. فنستكشف الهواء. في فجوة لا، بما أنه آيل السقوط شيء طبيعي تكون في فجوة والله. ندخل هنا، أظن حمام. هذا حمام، هنا يوجد الصابون، فممكن في أحد متخبي هنا. واجب. هذا حمام، يلا يبان. ايش هذا؟ حمام، حتى ايام زمان عندي مدش، يعني ما ادري كيف، ممكن تطور. هذا الكرسي حق الحمام، الله يكرمكم. يلا نطلع مكان ثاني نصور، نستكشف مكان ثاني. باب ودور ثاني. هل أذهب هنا أم من هنا أم من هنا؟ نبدأ بالغرفة هذه. سأبدأ بالغرفة هذه. حاول افتح الباب، حاول ما أسوي ضجة. قصر آيل السقوط، لا يوجد شيء هنا، لكن حادخل أي شيء. دولاب، بساط حديث، يعني ممكن في متخلفين هنا.
شوف قصر قديم زي هذا ينام فيه متخلفين أو مجرمين. غادي غرفة هذه، غرفة ثانية. والله الممر هذا خاف القصر يضيع عليه. الظاهر قد انه انحرق. شوف الحرق. هذا خروج طريق، هذا خروج. حنا ما نبي نخرج. هذا قصر راح اطلع الدور الثاني، لكن خلينا نخلص الممر هذا. ابغى اشوف كل شيء واصور كل شيء. هذه يسمونها شرفات. شرفات طلع الحديقة. شرفات. في عصا هنا مصنوع من الشوك، شكلي بستخدمها. راح اخذ الخشب هذه معي كحماية شخصية. مو يعني اني خايف ولا شيء، ما احتاج اصلا، لكن احس اني وحش اذا اخذتها معي احس اني وحش، فانا احب الشيء هذا. الدور الثاني. الدور الثالث. في طريق من هنا بس لكن ما اقدر اعدي هنا. هذا مكان يطيح. في باب هنا فوق الدور الثاني. حصلت باب، لكن المكان هذا خطير. كذا اضع رجلي هنا اطيح الى الدور الاول. كنا صور كذا. احاول. انت الذي معاي خلك ورا، لا تتقدم. انا راح اخاطر بحياتي. شوف خاطرت وتعبت، خاطرت بحياتي وفي النهاية حصلت حمامة. يلا راح اشوف مكان ثاني. كثير الغرف هنا. راح اشوف هذه. من هذا المكان حمام ثاني. هذا حمام ايام زمان، كان حمام ملكي. حمام ملكي. وش هذا؟
هذا هاوية هاوية. الدور كامل أو صالة كاملة مخسوفة بقى. يجيبني أعيش في القصر هذا كل يوم في العصر، أوقف هنا أشرب شاهي وانظر إلى العالم والناس، لكنني لا أستطيع العيش هنا لأن هذه الملكية ليست لي. دعني أغادر. لعلي أجد شيء. الدور الثالث، سأصعد إلى الدور الثالث. سأصعد. وصلنا للسطح. كويس انك اكتشفت ان السطح، لاني في الليل ما راح اطلع السطح. سطح شيء عادي، ما راح اتعمق في الصبح سطح كثير، بس اصور كذا شوي شوي وغادر. ارجع للطابق الاول. خلاص دخلت القصر كله تقريبا. ما سمعت صوت ولا شيء، مغامرة مملة. راح اجي في الليل هنا شوف، ممكن احصل شيء. وتحدي لو ما تحدي كمان جيت. الظاهر في باقي مكان ما شفته، راح ادخله. هذا في دور ثاني هنا، حمام هنا اكيد نفس الجهة الثانية. وهنا خشب، هنا باب. يعني خرابة، ما صار قصر، صار خرابة. أحب أدخل قصر مكتمل. سأدخل هنا حمام، ولا حمام. ايش الحمام القديمة. اوكي، شيء أول مرة أشوفه. لكن هذا حمام حق خدم، ممكن حق خدم.
ما اللي أول صورته باين عليه إنه حمام ملكي، لكن هذا حق خدم. في دور ثاني، الجناح هذا راح أطلعه، هو آخر مكان في القصر. إن شاء الله أحصل شيء مثير، إن شاء الله أحصل شيء مثير، ما راح يكون تعبي على الفاضي. خشب حديث، شيء عجيب. ريحة خشب محتار جديد، ريحة نار، ريحة نار شاب. هل هو فعلا جن؟ الله أعلم. كله مكسر، كله مكسر. بس يمكن هذا حرق قديم، بس أنا أشم ريحة نار. حرق جديد يعني، حديث يعني. عادة القصور المسكونة تسب نار كذا من حالها. هنا خفش. خلاص وصلت إلى طريق مسدود. راح أرجع من حيث أتيت. كل شيء مكسر. الله يستر. في دور ثالث حق السطح هذا، طريق ودي السطح بس مكسر، صعبة خاطر اطلع، يطيح يطيح فيه. ما أظن إني إذا جيت الليل هنا صورت راح يظهر شيء، أو راح يكون شيء في جن ولا شيء، ما أظن. خلاص هذا القصر، هذا كل شيء. هذا المسبح، أو يسمونه حمام، من زمان يسمونه حمام. السلام عليكم. أنا عدت في الليل يصور القصر المسكون، أو ما يسمى القصر المهجور. هذا المسبح، هذا المسبح. الآن نبدأ نستكشف القصر في الليل ونبدأ المغامرة. هل أبدأ من الدور الأول ولا الدور الثاني ولا الطابق السفلي أم من أي مكان؟ هل تقترحون علي أن أذكر اسم الله قبل أن أدخل؟ يعني لأني إذا ذكرت اسم الله تذهب الجن بعيد، فما أدري. لكن في الوقت الحالي إذا شفت شيء بذكر الله، يعني إذا دعت الحاجة، لأني أنا أريد أن أوثق شيء معين. أنا أريد أن أصور جني متشكل على شكل إنسان أو حيوان أو أي شكل مرعب.
حمام. هنا طريق مسدود. كله مكسر محروق. كشاف مو قد كذا. ايش هذا؟ هذه التي توضع على الرأس ويوضع عليها الكشاف والكاميرا. ممكن تكون المغامر دخل هنا، أو ممكن تكون لياسا، المغامر المشهور ياسا. حمام. غريبة المغامر يترك هذه، زي ما قال لي الرجال. أيوة، ما في واحد يدخل القصر هذا إلا يختفي. لكن هذا مغامر اختفى أو مات أو شيء، حصل له شيء. وهذه له طاحت منه. يا جماعة، كاني أسمع صوت واحد يناديني. أصص! توني سمعت صوت، ما أدري هو حقيقي ولا أنا أتوهم. خليني أتحقق فيه. لازم أتحقق من كل شيء قبل أن أغادر القصر هذا والمكان هذا، وأتأكد من كل شيء إنه طبيعي. بصفتي محقق أشباح وجن وخوارق فوق الطبيعة، فلازم أتأكد وأعرف كل شيء ثم أغادر هذا القصر. راح أخذ الشيء هذا محمل الجد. هو في دور ثاني، بس أعتقد الصوت مو من الدور الثاني. الصوت داخل القصر، الدور الأول قريب من الحديقة. القصر هذا ما يطمن صراحة، لأني أول ما دخلت شميت ريحة جيف كثيرة، وهي غير موجودة. كنت تكون تحت التراب مدفونة. هذا الوضع خطير. راح أحاسب الإنسان الذي فعل هذه الأشياء ولن أترك. هذه الممرات التي دخلتها في النهار. هذه غرف. هذا الدور الثاني. لا يوجد شيء. كم تمنيت أنني أحظى بالمتعة، كل لا شيء. هذا دور سفلي هاوي. ظلام حانك. سأدخل من السيب هذا. شوف، يمكن هذا فرن، يمكن فرن هذا، يمكن هذا.
ما في حد هنا. في أصوات خارجية من برا القصر، لكن ما في حد الداخل. إذا في أحد في القصر يطلع، أنا عارف إن في أحد. اطلع اطلع، أنا ماني خبل أبله. اطلع، أقول اطلع اطلع اطلع. أنا بعرف أنت مين، وش تسوي هنا. أنت بتطلع ولا أطلع لك؟ اطلع اطلع ولا طلع روحك. هيا اطلع. بعدلين 3، إذا ما طلعت راح أجيك. 1 2 3. ما راح أطلع من القصر حتى أعلم من أنت وماذا تفعل هنا. بصفتي محقق أشباح وجن سأعلم ذلك. تم تفعيل الهالة القتالية. أنا راح أجي لك من حيث لا تدري. طيب انتظر. ضف الكشافات عشان أنت تشوفني بالكشافات، لكن أنا ما أشوفك. طفيت الكشافات، طفيت كل حاجة. الحين أتحداك تحدد مكاني أو تشوفني. المكان كله ظلام، حتى أنا يدي ما أشوفها. إذا أخرج يداه لن يكد يراها. أنا الآن جزء من الظلام، وهذه من قدراتي الخاصة. وقريبا أمسك. كلها مسألة وقت. راح أوقف المغامرة. حصلت واحد هنا لابس أبيض، ما أدري هو رجال ولا حكمة. ما أقدر أشغل الكشاف. الحين أمسكه. وش تسوي هنا؟ اطلع. خلاص بلا صياح أرجوكم، بلا صياح. الوضع ريلاكس خلاص. يا جماعة طلع إنسان مو جني. كنت بقتله بس الله ستر، ما ابتليت فيه. حاولت أتكلم معه ما فهمت منه إلا أنه انتظر أصحابه، وهو دائما يجي هنا القصر في الليل، آخر الليل. الظاهر أنه سكران، الله أعلم. لكن حاولت أني أطلع في الكاميرا ويصوره، لكن رفض نهائي، وقال ببلغ فيك الشرطة. قلت أنا أبلغ فيك الشرطة. المهم صعب أن يطلع إنسان في القناة أو في سناب شات، هو يرفض الشيء هذا. أنا الآن بطلع من القصر خلاص، والمغامرة كانت غير ممتعة وما عجبتني صراحة، من أفشل المغامرات. والقصر غير مسكون بالجن، وهذا الشيء محزن جدا.